السعي على الرزق ذكر في القرآن هنا في آيات سورة الروم من طرف خفي في وسط الإحياء والإماتة. وأهم شعور المفروض يبقى في القلب أثناء السعي على الرزق هو شعور الأمان. الجسد فيه تفاني والقلب يشعر بالأمان. مش هقدر أشعر بالأمان لو تصورت اللحظة إن رزقي بإيد حد غير ربنا. فذكر ربنا هنا سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم وما فيش حد بيخلق غير ربنا. ثم قال ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وبالتالي اتحط الرزق في وسط الخلقة والإماتة ثم الإحياء يوم القيامة، لأنه مستحيل حد يجي في باله مؤمن بالله إن في حد بيعمل الموضوع ده غير ربنا. فلو سمحت خلي الرزق معاهم كمان عشان يسعى الإنسان على رزقه في تفاني في الجسد وأمان في القلب أن لن يأخذ ما قدر لي من رزق أحد، لأن الله هو اللي بإيده كل شيء سبحانه وتعالى. وغدا سيجري دمع عينك فرحتان، وترى السحائب بالأمان أمطرات، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرات، وتقول سبحان الذي رفع البلاء من بعد أن فقد الرجاء تيسرات. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا رجاء مني كلكم تنزلوا وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يا حلوين. أهم حاجة يا رب اللي تصلي وتعمل لايك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل لايك تزور الكعبة السنة دي، اللهم أمين إيانا وإياكم. بصوا حبايبي النهاردة فيديو روتين الأسبوع. قلت لكم أنا بعمل جزء تاني اللي بنعمل فيه كل حاجة وبنحكي فيه كده أمور اليوم. النهارده هنتكلم عن تقسيمة الميزانية. ليه يا ميادة هتتكلمي عن تقسيمة الميزانية؟ في واحدة حبيبة متابعة جميلة كتبت لي في خضار الأسبوع، فيديو خضار الأسبوع، يا ام اياد أنا عايزة ميزانية ل3 أطفال وأم وأبوهم مسافر، يعني هي جوزها مسافر ومعاها 3 أطفال لسه صغيرين وهي فعايزة ميزانية في حدود من 3000 أو تقريبا 3000 أو 4000. هي صراحة يا بنات أنا مش فاكرة، قعدت أدور على الكومنت بتاعها بس أنا قرأه كويس من يومها، من يوم فيديو الخضار الاسبوع اللي هو من 15 يوم. فقلت ان شاء الله باذن الله ووعدتها وقلت لها هتكلم ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. تمام. الحاجه اللي هنتكلم فيها اول حاجه يا بنات هنتكلم عن تقسيمه الميزانيه. هديكم كده بندات جميله قوي كده ان شاء الله هتستفادوا منها، وخاصه المامز الصغيرين الجداد اللي لسه فاتحين بيوت. دي اول حاجه. ثانيا هنتكلم عن موقف جميل، يعني مش جميل، هو موقف سيء جدا حصل في السوق وهنتكلم فيه مع بعض والعبره من الموقف دوت ايه. طبعا كل الحاجات الموجودة عندكم في الفيديو اللي موجودة في الفيديو انا منزلة في الفيديو اللي تحت ده على طول اسعار كل الحاجات اللي موجودة في الفيديو. بس ان شاء الله باذن الله هنعمل الروتين بتاعنا بتاع يوم السوق كده مع بعض ونشوف الميزانية بتاعتنا ماشي. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ما كنتوش مشتركة انزلي ونوريني في القناة علشان تشوفي كل الفيديوهات الجميلة اللي انا بنزلها. بصي يا حبيبة قلبي هاتي الورقة والقلم بتوعك كده وحضري بقى السوبرمان اللي جواكي وتعالي بقى نكتب مع بعض اللي انا هملهولك دلوقتي. انتوا عارفين يا بنات والله العظيم انا ماشياها بصوا بدون ميزانيه، بس عشان خاطركم انا هقول لكم بالظبط انا ببقى يعني مخططاها في دماغي كده، بس عشان خاطركم انا جبت الورقه والقلم وظبطت ميزانيه في حدود الوسط. الميزانيه اللي هتكلم فيها يا بنات في المستوى الوسط في المعيشه. تمام. اول حاجه يا بنات هنعمل ايه بقى؟ هتجيبي ورقه وقلم كده وتفتحي كراستك وهتكتبي تحددي الاحتياجات الاساسيه. الاحتياجات الاساسيه ديت يا بنات بتتكون من 6 بنود. ايه هم ال6 بنود يا ام اياد؟ هتكتبي كده: 1 الاكل والشرب. احنا هنكتب البنود وبعدين هنتكلم عن كل بند يعني هعمل له ميزانيه. 1 الاكل والشرب. 2 الحفاضات ولبن الرضيع لو بياخد لبن، اي طفل عندك بياخد لبن. 3 مصروف المدارس اللي هو بيتكون من السندوتشات والمواصلات وكده. 4 احتياجات التنظيف والمنزل البيت يعني. 5 فاتورة للنت وفاتورة للكهرباء دي أساسية طبعا. 6 تحويشة صغيرة للطوارئ. دول ال6 بنود وهنتكلم وهعمل لكم ميزانية لل6 بنود مع بعض في الفيديو. طبعا حبيبة متابعة جميلة هتقولي يا ام اياد هو احنا كلنا هنصرف بنفس الميزانية؟ لا، انا بقترح لك ميزانية للدخل الوسط
لدخل جوزك الشهري لأسرة متوسطة الحال، وانت بقى بإيدك تقللي أو تعلي. أنا بظبط لك بس اللي هي البنود، بديكي فكرة، فاهمين؟ وانت بتمشي حسب ظروفك. تمام. أول حاجة احنا قلناها الأكل والشرب. أنا هعمل ميزانية للأكل والشرب يا بنات لأسرة متوسطة الدخل من 2500 ل 3000. يعني ايه يا ام اياد من 2500 ل 3000؟ هقول لك ايه هو الاكل والشرب وليه هتكلف من 2500 ل 3000 في الشهر. خضار وفاكهه، رز ومكرونات، طبعا رز زائد مكرونه وشعريه والحاجات دي، فراخ مرتين في الاسبوع، لحمه مره في الاسبوع او حسب القدره، حسب ما تقدري، او ممكن تخلي اللحمه اخر الاسبوع، تمام، وفرخه في نص الاسبوع، تعمليها كده، ماشي. وممكن تخلي مره بانيه في نص الاسبوع وفراخ او لحمه في اخر الاسبوع، كفته في نص الاسبوع وفي اخر الاسبوع لحمه او فراخ، فاهمين؟ اخر حاجه برضو العيش والجبن والفول. طبعا انت بقى بالنسبه للفطار والعشاء ده حاجات خفيفه، بتبقى جايبه بيض تبع خضار الاسبوع زي ما انا بجيب كده، تبقى جايبه جبن، تبقى عندك تجيبي نص كيلو فول في مشتريات السوق وتجيبيه وتعمليه في البيت وتوفري على نفسك، هيفطرك الاسبوع كله. كل اسبوع تعملي نص كيلو، تفولي نص كيلو، فاهمين؟ انا دلوقتي هديكي الايه البنود وعامله لكل بند كام، فاهمين؟ شهريا. وبعد كده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو تاني هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل اكتر كمان، فاهمين يا بنات؟ طبعا زي ما انا قلت لكم الاكل والشرب من 2500 ل 3000، ده اول بند. وقلنا ايه الاكل والشرب بيختصر على الخضار والفاكهه والرز والمكرونات واللحمه والعيش والحاجات دي، تمام. تاني بند يا بنات الرضيع. لو انت عندك طفل بيرضع، تمام، بتحددي له. افرض انت ما بترضعيش، لو انت بترضعي طبعا هتقولي يا ام ايه طب انا برضع، طب ماشي، يبقى انت كده هتوفري علينا الفلوس اللي هتجيبي بيها لبن من بره، تمام، هتوفر علينا كده ايه، هتقللي من الميزانيه بتاعتنا، تمام. يبقى انت الفلوس اللي هو بيرضع بيه اللي انت هتجيبي بيها لبن مش خلاص هنشيل البند ده، خلاص هنشيل النقطه دي من البند، تمام. انت بترضعيه، تمام، الحمد لله. يبقى ايه اللي هو محتاجه للطفل؟ حفاضات هنعمل لها ايه بقى؟ الرضعه واللبن هنعمل له من 800 ل 1200 جنيه، دي لو هو بيجيب لبن من بره، تمام، مع الحفاضات. طبعا الحفاضات من 2 ل 3 باكت في الشهر حسب برضو احتياجك، انا بديك الفكره وانت نفذي، فهماني؟ بديكي كده الحفاضات هتجيبي من 2 ل 3 باكت في الشهر، سعر الجمله من اي حد بيبيع سعر جمله. تاني حاجه اللبن لو بياخد حسب نوعه من 400 ل 700 جنيه تقريبا للبن العادي، تقريبا كده في حدود السعر ده. ما بياخدش لبن صناعي، يبقى انت وفرت علينا كتير قوي. يبقى احنا اتكلمنا على بند الاكل والشرب. بند 2 الرضيع اللي هو الطفل، ومعاكي طفل بيرضع وكده محتاجه حفاضات، محتاج لبن. لو مش محتاج لبن، عندك اللبن اللي هو الطبيعي بتاعنا، يبقى انت بتوفري عندنا كتير خالص، تمام. بنعمل زي ما قلت لك الرضيع دي بنعمل له من 800 ل 1200 يا بنات. رقم 3 المدارس. عندك ولاد بيدخلوا المدارس بتعمل لهم ميزانيه من 400 ل 600 جنيه. طبعا دي الوسط اللي هم الاطفال اللي هو في تانية ابتدائي، في اولى ابتدائي، في الحضانه. اما في 6 و7 وفي 6 وفي 5 واعدادي والحاجات دي لها ميزانيه تانية يا بنات. انا بديك الفكره وكل واحد حسب الافراد وحسب الميزانيه بتاعته. المدارس بتعملي لها من 400 ل 600 جنيه. ايه هي بقى ميزانيه المدارس؟ عباره عن سندوتشات، مستلزمات حصه. يعني مستلزمات درس، ابنك طبعا في اولى ابتدائي هياخد درسين يعني ب 200 جنيه في الشهر او 100 جنيه في الشهر، لسه صغير. لان هي الحبيبه المتابعه الجميله كلمتني، كان لسه ابنها تقريبا في اولى ابتدائي، واحد في ثالثه ابتدائي، واحد في 3 سنين، واحد في 6 سنين، واحد 3 سنين، تقريبا بيبي صغير، ده اللي انا فاكراه يعني على ما اعتقد، تمام. يبقى احنا كده خلصنا المدارس من 400 ل 600 جنيه سندوتشات ومستلزمات حصه اللي هو يعني الدرس بتاعه. وبلاش يا بنات رفاهيات زياده عن اللزوم مع الاولاد، بلاش بلاش بلاش، لانك بتعوديهم على الاسراف. بعد كده رقم 4 المنظفات يا بنات. هنعمل دخل شهري كده للمنظفات. الدخل الشهري للمنظفات يا بنات هيكون من 150 ل 250. 150 من 150 ل 250. ايه هو بقى المنظفات يا بنات يا ام اياد؟ مسحوق، صابون، كلور، سائل اطباق، اي حاجه تشتريها وتشتريها بالجمله. انا بشتري كرتونه الصابون بتقعد عندي بال6 شهور، الصابون الابيض،
فاهمين؟ اللي انا بدخله في خلطه تنظيف الملابس اللي انا عاملاها كذا مره معاكم على القناه. هاتي كل حاجه الجمله. شوف انا بروح اجيب خضار الاسبوع معاكم، بجيب خضار ال15 يوم، مش خضار بس، ده لبن وجبنه وبقوليات وبهارات ولحوم واسماك تكفيني ال15 يوم، وبايه؟ باقل من 2000 جنيه. فاهميني؟ اشتري حاجه الجمله. تمام. بعد كده البند الرابع او احنا قلنا كام واحد؟ الرابع. فاتورة الكهرباء والنت. فاتورة الكهرباء والنت يا بنات بتبتدي من 400 ل 600 جنيه حسب الاستهلاك. انا قلت حسب الاستهلاك، من 400 ل 600. ماشي. وانصحك طبعا انك تقللي من تشغيل السخان والتكييف. لو الجو حر قوي ما تشغليش التكييف الا ساعة النوم او ساعة ما يدخل بيتك الضيف. لو حر قوي خلي المراوح مثلا طول اليوم. لو عندك سخان شغليه ساعة اللزوم، ساعة ما تكوني محتاجاه للغسالة او غسيل الهدوم او غسيل الاطباق بس، مش طول النهار يعني تكوني مستهلكاه وكده وتهلكي في الكهرباء. تمام يا بنات؟ وصلتوا لحد هنا؟ ناخد ريست كده ونصلي على النبي عليه افضل السلام، وتقولوا رايكم في الميزانية اللي انا عملتها دي بالله عليكم. رقم 6 يا بنات، تحويشة للطوارئ. تحويشة للطوارئ دي يا ام اياد هتبقى من 200 ل 300 جنيه مهما كانت قليلة فانت بتحتاجيها. انتوا عارفين يا بنات والله العظيم هقول لكم موقف. انا كنت زمان قوي، شوفوا بصوا انتوا تضحكوا عليا ما تضحكوش، والله العظيم كنت عامله جيركن، جايبه جيركن كده وكنت عاملاه للطوارئ. انا عاملاه للطوارئ، حوشت فيه 5000 مش فاكره في سنه او حاجه زي. كل ما بروح اشتري اي حاجه تفضل معايا 20 جنيه احطها، 10 جنيه احطها، 5 جنيه احطها، جه الكهربائي وبحاسبه باقي منه 10 جنيه احطها. كل الفكه والله العظيم حوشت 5000 جنيه، كملت عليهم وجبت الغساله اللي هصورها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي بعد ده. لان انا كنت ممنوعه ان انا اعصر الهدوم واغسل بحاجات كتير، فكان لازم لي غساله فوق اوتوماتيك او اوتوماتيك. فشوفوا الحاجات دي بتنفع للطوارئ. لو انا مشجعتش جوزي وطلعت له الجيركن والتحويشه بتاعتي ما كانش جاب لي الغساله. يبقى احنا يا بنات شرحنا ال6 بنود، وقلت لكم كل بند هيبقى مقترح ليه فلوس من كام لكام. تمام. اجمالي الميزانيه المقترحه يا بنات هي من 4000 ونص ل 5000 ونص شهريا للاسره المتوسطه. طيب هتقولي لي يا ام اياد ازاي احنا مش بنصرف كده؟ هقول لك ايه بقى، ما هو حسب تغيير المكان والسكن واسعار المنظفات اللي انت، قصدي اسعار المنطقه اللي انت قاعده فيها. ما انا ممكن هنا في الشرقيه يكفيني ال 4000 ونص في الشهر، ممكن انت في القاهره بتجيبي نفس الحاجه اللي انا بجيبها بس مش هيكفيك ال 4000 ونص. فاهمين؟ يعني ال 4000 ونص او ال 5000 ونص بيختلفوا حسب المكان والمنطقه والسكن المكان اللي انت قاعده فيه. طبعا لان في الارياف مثلا ممكن تلاقي اسعار الخضار هينه، في المناطق اللي هي المحافظات وكده تلاقي الاسعار الخضار والفاكهه غالي، اغلى 5 جنيه اغلى 10 جنيه. فهماني؟ انا بديلك الاقتراحات وانت بتظبطيها حسب ايه، حسب المنطقه، حسب الاسعار، حسب السكن. فاهمين؟ شويه نصائح بقى حابه اقول لكم عليها كده واحنا شغالين. طبعا انتوا قدامكم الفيديو شغال في كل حاجه، اي حاجه مش فاهمينها برضو في الروتين بتاعنا النهارده واحنا بنقول كده الميزانيه سالوني عليها في الكومنتات، وانا طبعا عينيا ليكم. بصوا يا بنات، اول حاجه تعملي خطه كده، خطه اكل اسبوعيه، وتشتري مره واحده الخضار زي ما انا بعمل. شوفوا بروح اشتري الخضار، يعني انت لو اشتريتي خضار الاسبوع كده مره واحده هتوفري. لو اشتريتيه كل يومين 3 كده انت مش هتوفري. اشتري خضار الاسبوع كله او الاسبوعين زي ما انا بعمل كده. تابعي بس فيديوهاتي وانت هتستفادي منها. تاني حاجه تشتري خضار الموسم، لان الخضار لما بيبقى في الموسم بيبقى ارخص. ما تروحيش مثلا انا نفسي في الملوخيه اصلها طالعه في غير موسمها فهلاقيها سعرها هي والباميه ب50 وب60. لا، اشتري الحاجه في الموسم بتاعها وخزني منها. تمام. قللي مصاريف السناكس تماما للاولاد، لان والله العظيم المصاريف بتاعت السناكس بتخلي ولادك يعني ما ياكلوش خالص في البيت، وبص بتخسرك. انا اقسم بالله العظيم عشان عارفه ولادي بيروحوا للاندوم وبيروحوا لحاجات تافهه، انا بقى ضحكت عليهم كده وخليت ايه، وعملت جمعيه كده بيني وبينهم كده وايه، وخدت مصروفهم وعملت بيه جمعيه عشان انا شجعتهم، يعني عشان ايه ما يصرفوش فلوسهم في البتاع ده اللي بيشبهوا الاندومي والشيبس والحاجات التافهه دي. برضو حاجه عايزه اقول لك عليها، اغسلي الحفاضات القماش برضو. والله العظيم طول ما انتم متابعيني ان شاء الله اقول لكم انا كنت بعمل ايه زمان مع تربيه بنتي، وايه الفرق بين التربيه التقليديه والتربيه الحديثه. غسلت الحفاضات، اغسلي الحفاضات القماش ديت في النهار لو تقدري يعني ونشفيها، وبالليل بلبسيه البامبرز دي كده برضو هيوفر عليكي كتير.
قللي التكلفة كده في العيشة، يعني خليكي كده ماشية بما يرضي الله، لأن والله العظيم إن مشيتي بما يرضي الله، والله العظيم والله العظيم نفكر في يوم جوزك أو أي حد يجي عليكي، ربنا بينصرك بسبب مشيك في حياتك الزوجية بما يرضي الله. برضو ما تمشي بما يرضي الله بس ما تجيش على نفسك يعني. تمام. اشتري بقى كميات كبيره من المنظفات مره واحده زي ما انا بعمل. لو انت متابعه فيديوهاتي هتلاقيني بروح اشتري المنظفات كلها مره واحده، بتوفر عليا كتير كتير والله العظيم يا بنات، بجيبها سعر الجمله. اخر حاجه وعايزه اقولها، اعملي حصاله للطوارئ ضروريه. اعملي حصاله للطوارئ ضروريه، والله العظيم هتنفعك جدا، خاصة ان جوزك مسافر. فاهماني؟ جوزك مسافر يعني انت مش هتحتاجي لاي حد، تكون عامله حصاله، مصاريفك خلصت، جوزك مش بعت فلوس، يبقى في حصاله للطوارئ على جنب، بجيب منها كل لو بجيب منها اي حاجه محتاجاها، حتى لو الفتره ديت مفيش فلوس في البيت وجوزي ما بعتش، فانا عندي حصاله الطوارئ. ايه رايكم بالله عليكم في اللي انا قلته في الفيديو؟ لو عجبكم الميزانيه اللي انا عملتها قولوا لي انا عايزه الكل يقول لي رايه في الكومنتات اللي انا قلته النهارده في الفيديو، يعني موافقين عليه؟ اللي نفسها في اي سؤال، اي ميزانيه، اي حاجه تقول لي في الكومنتات، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. طبعا الموقف الاخير، طبعا شايفين روتين النهارده، كل حاجه دي انا جايباها في السوق قايله اسعارها. الموضوع طول شويه بس عايزه اقول لكم بقى المختصر. في حاجه حصلت في السوق يا بنات، ان في ست كان في مشكله في السوق، ان في ست كانت في السوق اتزنقت واحتاجت 200 جنيه، فطبعا خدته من واحد تاجر، من ابن واحد تاجر. المهم رجعتهم بعد يومين، مش للابن اللي اخدته منهم، لا لابو الولد ده. تمام. فجت في سوق بعديها اللي هو السوق اللي انا كنت فيه يوم السبت ده. فالمهم الولد بيقول لها فين الفلوس اللي انت اخدتيها مني؟ قالت له انا اديتهم لابوك. فراحت لابوه، قال لها الراجل اللي هو ابو الولد قال لها لا انا ما خدتش منك فلوس يا حراميه. المهم قالت له ازاي، وهي اديته كلمتين في جنبها، هو اداها كلمتين في جنبها. احنا بنشتري خضار وسامعين كل حاجه، كانت مشكله كبيره في السوق والناس كلها سابت اللي في ايديها وكده وقفت للمشكله. تمام. فالمهم شتموا بعض في الاول في الاخر، معرفش هو شتمها وهي شتمته، راح ضاربها بالقلم قدام الناس كلها. طبعا الموقف ده كان صعب، مهما حصل ومهما كان ما ينفعش اي راجل يضرب ست بالقلم مهما كان، حتى لو هي عملت ايه، حتى لو ضربتك. فاهميني؟ انا من رايي يا بنات ان الراجل لو غلط في اي ست وخاصه بالضرب، هو كده كده اللي هيطلع غلطان في وسط اي قعده. تمام. ومش عشان 100 جنيه انك تهزقها وتهزق كرامتها، ولا اقعد معاها كلمها بهدوء، حاول تفتكر بينك وبين نفسك، لكن مش توصل انك تضربها بالقلم. طبعا هي اتصلت على اهلها، واهلها جم جاري ومسكوه كتفوه، وقالت قدام الناس كلها لازم اضربه واهينه زي ما هو ضربني وهني. طبعا هي شغاله في بنك وست موظفه، راحت ضرباه بالقلم زي ما هو عمل فيها بالظبط، وقامت والدنيا قامت خالص، وعملوا قعده كبيره، وان شاء الله يعملوا قعدات كبيره على الموضوع ده. طبعا انا بستفاد من الموضوع ده يا بنات. اول حاجه، مهما كان ظروفك اوعي تاخدي فلوس من اي حد، اوعي تاخدي فلوس من اي حد. انت اللي ضمنك الانسان اللي في السوق دوت هيفتكر ان انت خدتي ولا مش خدتي ولا رجعت له الفلوس؟ دي اولا. ثانيا، الانسان اللي هانها وضربها في السوق ده مش رجوله، مش رجوله منك انك تهين الست في وسط الناس او تضربها. يا سيدي انت مش فاكر، حاول تفتكر، لكن مش توصل انك تهينها وتقلل منها وتضربها. ضرب الراجل للست يا جماعه اهانه كبيره جدا جدا. الموضوع ده استفزني جدا جدا وحبيت احكيه لكم، علشان برضو الموقف ده ممكن يحصل مع اي واحده مننا، فلازم ناخد بالنا يا جماعه. لو انت ظروفك واحتجت فلوس من اي حد، مش اي حد تاخدي منه فلوس. انسان يكون وصراحه الراجل ده صراحه الكل بيشتكي منه من معاملته في السوق، لانه معاملته جافه جدا مع الناس. فاهمين؟ فانا مش اروح مش اي حد اتعامل معاه واستلف منه فلوس في السوق. احاول امشي على قدي، واحاول ما احطش نفسي في اي مشاكل. وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واستنوني في روتين جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.